ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. انتهى العام الدراسي في بلادنا الحبيبة إريتريا، سواء كان للصغار أو حتى للثانوي، وعمت الأفراح ربوع الوطن، حيث احتفل الإقليم الجنوبي بأكثر من 345 طالبا وطالبة تفوقوا في الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى إجراء التقييم على سير التعليم في الإقليم الأوسط. فما هو دور الأسرة وما هو دور المجتمع في تشجيع التعليم منذ الصغر، وكيف نختار الأساليب المناسبة لذلك؟ للإجابة على هذه الأسئلة وعلى هذا الحوار نستضيف باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف. في البداية اعتبر البعض أن تعليم الصغار إنما هو كماليات تخضع للعامل المادي. نتعجب من إصرار أهالينا في الصغر على تعليمنا حفظ القرآن الكريم قبل الدراسة. في الأخبار أن وزارة التعليم قامت بعمل تقييم للمدارس في الأقاليم الستة. كيف نرى مثل تلك الخطوات المهمة من الوزارة؟ إذا كان في الإقليم الأوسط 103 مدرسة ابتدائية و148 رياض الأطفال، هل يمكن أن نقول لدينا مشكلة في المدارس أم في الرغبة للتعليم؟ لماذا يجب علينا أن نحث على التعليم في الصغر، وما هي الوسائل التي يمكن أن نعتمدها؟ هذه هي أبرز المحاور. مشاهدي الأكارم، حياكم الله يا شيخ حسن. نحن نتحدث اليوم عن التعليم بالنسبة للصغار وأهميته، وأهمية ما يتعلق أيضا ما الذي ينبغي أن يبدأ به يعني القصر. فالمجال لديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلا شك فإن من أوجب الواجبات على الإنسان لإصلاح دينه أو إصلاح دنياه أن يلم بالمعرفة، وأن يكون لديه علم، وأن ينطلق في الحياة بمداخل العلم، ويخرج من دوائر وظلمات الجهل.
ولعل الشريعة الإسلامية اهتمت بمسألة العلم اهتماما عظيما فجعلته الركن الأول في كل قضية. فكما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكانت نقطة البداية مع آدم عليه السلام عندما خلقه الله سبحانه وتعالى وقضى أن يكون مستخلف لله في الأرض، كان المدخل العلم، حيث علمه الله سبحانه وتعالى واختصه بعلم وهو علم الأسماء، علمه الأسماء كلها. وكانت هذه نقطة تميز على كل بالنسبة لآدم عليه السلام. ثم أيضا عند نزوله إلى الأرض ظلت السماء ترعى أهل الأرض من خلال الوحي، وهو بطبيعة الحال علوم ومعارف وأحكام وهدايات. فمسألة العلم حقيقة يعني تحتل مساحة كبيرة جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم. وهنا طبعا نحن نتناول العلم عموما، لأن العلم قد يكون علما دينيا له علاقة بعبادة الإنسان ومعرفة أحكامه وتفاصيل الأحكام الشرعية، وقد يكون علما أيضا دنيويا، أي بمعنى يستفيد منه الإنسان فيما يصلح دنياه، كعلم الطب وعلم الرياضيات وعلم الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبية وغير ذلك. فهي على كلا الأمرين مطلوب في الشريعة عندما نتكلم عن العلم، وعلى تفاوت بطبيعة الحال في الأحكام. فهنالك في الأحكام قد يكون بعض العلوم علوم واجب عين أن يتعلمها الإنسان، وهنالك من العلوم ما يمكن أن يكون يكتفى بها بالواجب الكفائي، لكن هي بشكل عام لا تخرج عن هذا الجانب. مسألة التعليم في الصغر، هنا نلاحظ بأن الطفل الصغير يكون في بداية عمره عنده القدرة على التلقي، قدرة هائلة جدا على التلقي، على الحفظ، على السلوك أيضا مع ما يتلقاه. فبعض العلماء يتكلمون عن أنه مثلا إلى عمر 7 تترسخ كثير من القيم التي تريد أنت أن ترسخها في الطفل، وبالتالي هذه المرحلة العمرية بدل أن تترك للطفل وحده يشكل حياته كما يشاء، كلما كان هنالك مؤسسة تعليمية. وهنا عندما نتكلم عن مؤسسة ليس بلازم مدرسة، الأسرة نفسها مؤسسة تعليمية يمكن أن نعتبر ذلك. فأنت من خلال مؤسسة الأسرة، من خلال الخلاوي القرآنية، من خلال المدارس، ترسخ في الأطفال في المراحل العمرية المبكرة كل القيم المتعلقة مثلا بالأديان، المتعلقة بالأخلاق، المتعلقة بالاجتماع أي علاقات الناس بعضهم ببعض، متعلقة بأعراف المجتمعات. فمسألة التعلم في الصغر على كل هي من المسائل المهمة جدا لترسيخ ما تريد أنت أن ترسخه في المجتمعات. النقطة الثانية، ذكرت بأن الطفولة هي مرحلة النقاء الذهني، يعني مثلا يقولون إلى مرحلة 24 إلى أن يصل الإنسان عمر 24 هنا قمة الحفظ يكون إلى هذه الحفظ في الصغر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. ما بعد 24 بيبدأ سبحان الله تزيد مساحات الفهم وربما تتراجع مساحات الحفظ. فأنت لا بد من أن تستفيد فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتاج إلى الحفظ في هذه المرحلة. لذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على رعاية أبنائهم وتعليمهم منذ السنة الخامسة وما قبلها أحيانا إذا كان الطفل فيه نوع من التميز. وتجد أن عمر 12 و13 و14 كان عمر يكاد يكون الإنسان تجاوز فيه الكثير من الأشياء. مثلا عندما يتكلم الإمام الشافعي رحمه الله يقول: جئت إلى الإمام مالك وعمري 12 سنة لأدرس عليه الحديث. وتجد الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يتكلم عن أنه بدأ في دراسة الحديث وعمره 16. هنا دائما السلف رضوان الله عليهم لا يقبلون على التخصص في غير القرآن إلا بعد إكماله. يعني لن تجد من السلف من يتكلم عنه درس اللغة أو درس النحو أو البلاغة إلا بعد حفظ القرآن تماما. ولذلك أولا حفظ القرآن. أيوة نعم. ما كان العرب أو المسلمون في تاريخهم يتجاوزون القرآن الكريم، بل كثير من الفقهاء والعلماء إذا وجدوا طفلا يجلس في مجالسهم كانوا يسألونه: أقرأت القرآن؟ فإذا قال قرأ القرآن يجيزه ذلك أن يجلس. وإذا لم يقرأ القرآن بمعنى لم يحفظ القرآن يقال له: اذهب فاحفظ القرآن. كيف ترى شعبنا اهتمامه بحفظ القرآن؟
كيف ترى شعبنا؟ والله يا أخي شوف شعبنا طبعا، وهنا طبعا سبحان الله الحياة وطبيعتها والأنظمة السياسية وطبيعتها وطبيعة التوظيف في المجتمعات ودوره يلعب دور كبير جدا في الاهتمامات. فمثلا الآن شعبنا اهتمامه بالقرآن ليس اهتماما وظيفيا، يعني الطالب الذي يتجه نحو القرآن أو الأسرة التي تهتم بأن الطفل لها يتعلم القرآن لا علاقة له بأن يتوظف تماما. فالعلم عندنا بالذات القرآن الكريم إن صحة، يعني هو يطلب لوجه الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا الطفل ينشأ على دينه وعقيدته وكتابه. يا سلام. هذه طبعا ميزة يعني ليست سهلة جدا. وبالتالي لن يقبل على القرآن الكريم جدا شخص غير راغب. نعم. لذلك نحن من الأشياء الإيجابية. وهذه كم مستواها؟ كم بالمئة من الشعب؟ نسبتها كبيرة يعني إلى الآن بفضل الله عز وجل. موضوع خلاوي القرآن وافتتاح الطالب بالقرآن هذه شبه يعني مناطق المسلمين تكاد. كم تعطيها؟ 80%، 90%؟ أكثر من 80. أنا أتصور أنها أكثر من 80%. نعم. يعني خاصة سبحان الله في الأرياف وفي القرى والمدن كذلك أيضا عندنا موضوع القرآن. إن لم يهتم الأب فتهتم الأم. تهتم الأم. نعم. هذه سبحان لا أبعد من ذلك. يعني احنا مثلا نعرف نتيجة التداخل الأخير في حالة الثورة وكذا، بعض الأسر تجد مسلم متزوج مسيحية، تجد المسيحية تجبر ولدها إنه يمشي يفتتح بالقرآن ليأخذ دين أبيه. دين أبي الله. فهذه من الأشياء اللي فعلا تحرص عليها الأسر وتراها جزء من الثقافة المفروض ينشأ عليها الطالب. لكن شيخ حسن احنا ما صار عندنا يعني قراء ولا حفاظ ولا القراءات السبع ولا القراءات العشر ولا حتى ال14، يعني غير مشهورة عندنا. لماذا؟ هو نحن أصلا بشكل عام شيخ برهان الحالة في إريتريا خاصة التعليم الديني يعاني أزمة كبيرة جدا. يعني التعليم يحتاج رعاية من، لا أقول هنا رعاية الدولة، ليس بلازم أن التعليم الديني ترعاه الدولة، ولكن أن تكون الدولة مساعدة للمجتمع في رعايته. هذا التاريخ الإسلامي كله مثلا إلى القرن الرابع كان المجتمع تماما يقوم بكل شؤونه التعليمية، ما كان في شيء اسمه الدولة تقوم بعملية التعليم، وهذا تاريخ عريق جدا. نعم. فأنا هنا لكن كانت تنفق. الأوقاف كانت تنفق، وبالتالي الآن الإشكالية عندنا لا النظام السياسي يساعد في مسألة الدراسات الشرعية ولا هو يرعاها بنفسه. هنا طبعا ستأتي إشكالية أنه الطفل صحيح في البداية يقرأ القرآن وكذا، لكن إما أنه تم القرآن على الطريقة المهم، يعني قد يكمل القرآن الكريم حفظا أو تلاوة أو كتابة، ثم بعد ذلك ينطلق في مسارات التخصص الوظيفي، يدرس المدارس اللي لا علاقة لها بعد كده في التعليم، لا التخصص في القراءات ولا حتى الجوانب القرآنية الأخرى. وهذه طبعا إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بالمنظومة القيمية. يعني أنت القيم تؤخذ من الأديان، فأنت عندما لا تهتم المدارس بالأديان أو أخذ القيم حتى من الأديان، حتى لو ما قلنا والله أنت تدرسهم، لكن يفترض أن تكون هنالك حتى في بعض البلدان أحيانا مثلا لا تهتم بالدين كدين، لكن تهتم بشيء اسمه التربية الوطنية. والتربية الوطنية لها علاقة بالثقافة والقيم والأعراف والأديان المجتمعية، فتجد منه مجموعة قيم تؤخذ وتربى عليها أنت، تربي عليها الأجيال. ففيما يتعلق بعدم وجود التخصصات الرفيعة بالنسبة لمجتمعنا، إنه والله التعليم الديني لا اهتمام به. المجتمع يتوقف مثلا في أحسن أحواله المعاهد إلى المستوى الثانوي، ولا تذهب بعد ذلك إلى وجود، يعني إلى اليوم مثلا ما عندنا. كيف يتعلم إذن الطفل صلاته صيامه إذا كان يدرس في هذه المدارس التي لا تهتم بالدين ولا تعلم؟ الطفل المسلم أو الطالب المسلم يعني من حين مثلا نقول في السنة 4 من عمره إلى أن يبلغ سنة 18، كيف يتعلم ومن أين يتعلم صلاته صيامه حجه دينه عموما؟ هذا التعليم عموما الأحكام العادية هذه ما يتلقاها من الأسرة. إذا ربنا سبحانه وتعالى نعم. رزق الطفل هذا أبوين على الأقل يلقنانه أو يعلمانه الأشياء العادية هذه، وهذه كثير من الأسر وكثير من الآباء يحرص أن يورث ابنه مثلا كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي ويأخذه معه. هذا جانب. الجانب الثاني الخلوة نفسها بيكون فيها أيضا مع القرآن الكريم شيء من الأحكام اللي لعل الطالب أيضا يستفيد منها. كذلك المساجد اللي فيها بعض الدعاة، في بعض المساجد فيها دعاة، خاصة المدن لا يكاد تخلو الآن مدينة من المدن الأريترية إلا وفيها مسجد، وهذا المسجد يكون فيها على الأقل
شيخ يقوم بالحد الأدنى من التعليم. هذا هو المستوى على كل الذي يمكن أن نقول يتلقى من خلاله الإنسان. لكن إلى الآن يعني بلد فيه تقريبا أنت أكثر من نصفه مسلم، ولا توجد فيه كلية إسلامية واحدة، ولا يوجد فيه مثلا معهد شرعي واحد، ولا توجد فيه جامعة إسلامية كما هذه إشكاليات على كل. صحيح. هنا كبيرة. نعم. أعد لنا الإخوة يعني مذكرة عن الأقاليم الإريترية الستة. نعم. يقول الإقليم الأوسط أو المنطقة المركزية معقل وعاصمة أسمرة، وعاصمته أسمر، عدد السكان التقريبي 607,000 نسمة. إقليم عنسبة عاصمته كرن، عدد السكان التقريبي 457,000 نسمة. إقليم القاش بركة وعاصمته بارنتو، عدد السكان التقريبي 565,000 نسمة. إقليم شمال البحر الأحمر وعاصمته مصوع، عدد السكان التقريبي 460,000 نسمة. إقليم جنوب البحر الأحمر وعاصمته عصب، نعم، ولم يذكر هنا عدد سكانه. الإقليم الجنوبي وعاصمته مندفرة، وعدد السكان التقريبي 755,000 نسمة. الإقليم الأوسط ينقسم إلى 16 مديرية، وبهذه المديريات 83 ضاحية. عدد المدارس في الإقليم الأوسط 22 مدرسة ثانوية، 50 مدرسة متوسط، 103 مدرسة ابتدائي، 148 رياض أطفال. هذه إحصائية تقريبية لعدد المدارس حتى نكون يعني في الصورة ونكون حاضري الذهن. ننتقل الآن شيخنا الشيخ حسن. يعني أنت ذكرت جزاك الله خيرا أن الأسرة هي أول شيخ للطفل وللطالب تعلمه دينه وتعلمه القرآن الكريم. هذا أيضا ينطبق كذلك حتى على الأسر التي هاجرت من إريتريا إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، أم ماذا؟ حدثنا عن هؤلاء أيضا، لأنهم يدرسون أيضا في المدارس المناهج الغير إسلامية، خلينا نقول، أو نقول العلمانية التي تبعد. الآن هم يدرسون حقيقة مناهج جديدة فيها الدعوة إلى الشذوذ الجنسي وإلى المثلية، ورأسوا على هذه المدارس وعلى هذه المؤسسات التعليمية من هذا النوع، يعني رأسوا عليها من المدراء والأساتذة من هذا النوع الذي ينتمي إلى المثلية وإلى الشذوذ الجنسي والعياذ بالله. إذن من هذا المنبر تعليقكم في توجيه الأسر، كيف يربون أبنائهم في الحث على التعليم كما ذكره الإخوة هنا وقالوا تعليم الصغار ما بين الترغيب والإكراه. هو طبعا التحديات حقيقة كما تفضلت كبيرة جدا في الغرب على وجه التحديد. وسبحان الله، يعني لعل البارحة كنت في جلسة مع أحد الإخوة يحكي لي كيف أن هنالك الآن كثير من الناس صاروا حقيقة يشعرون بالتحدي ويشعرون بالمشكلات ويشعرون بأنهم يذهبون نحو المجهول. هذا أصلا في حالة أنه والله الغرب نفسه يتقبلهم وهو يحكي قضية صعوبة التقبل بالحالة أن يتقبل المسلم كما هو، يعني فإما أن تندمج كما يريدونك بالشكل الذي يتصورونه الآن، وهو يدخل تماما في منطقة الإكراه ومنطقة الفتنة التي يذكرها القرآن الكريم، لأن منطقة الفتنة في القرآن أساسه الإكراه. يعني متى ما أكره الإنسان المسلم سبحان الله على أنه يمارس شيئا غير معتقده فقد فتن في دينه، وهذه أعظم يمكن أن يتعرض لها الإنسان. فأنت الآن ذهبت إلى أوروبا بحثا عن الأمان المعيشي، ولم تكن تتوقع أن تقع في إشكالية تتعلق بالأمان الديني، لأن الأمان الديني هو في حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى الأبعاد الاستراتيجية للإنسان فأمانه الديني هو الضمان الحقيقي. لماذا؟ لأن أنت في الدنيا قد تعيش والله 100 سنة 70 سنة 60 سنة وترتحل، لكن بعد ذلك مسألة الأمن الاستراتيجي اللي هو متعلق بالحياة الأبدية بالنسبة لك هي إما جنة وإما نار. فهنا إذا لم يستطيع الإنسان العيش في تلك البلاد بشكل يستطيع أن يوفر الحد الأدنى لأبنائه والحد الأدنى لنفسه في التعبير عن شعائره الدينية، فهنا في حالة فتنة وعليه ليبحث عن بلد يأمن فيه.
هذه أول لا بد أن تكون حاضرة عند الناس حقيقة. يعني كثير من الناس الآن صاروا ما أخفيك يعني بدأوا يفكرون في إنه والله إلى أين، ماذا نفعل. والآن حتى أوطاننا الآن وأوطان المجاورة لنا كلها صارت محل إشكال، فالإشكال كبير جدا حقيقة عند هؤلاء. لكن على ما هم عليه، على كل على ما هم عليه، سيقع العبء الأكبر على الأسرة كأسرة وعلى الجالية المسلمة في المنطقة كجالية، سيقع عليهم العبء الأكبر. فالأسرة على الأقل إذا كان والله هنالك جالية لها اهتمام، لها مدرسة، لها دروس عصرية، لها ارتباط على كل مع بعضها البعض، يمكن أن تحدد أيام معينة والطالب سيذهب إلى هناك، ويمكن أن يأخذ يوم أو يومين في الأسبوع ويأخذ ما كتب الله له. لكن لا يمكن أن يكفي فقط أن نترك الأمور للجالية، فالبيت سيقع عليها عبء كبير جدا. وكل أسرة لا بد أن يكون عندها على الأقل ساعة مع ابنها، ساعتين معه فيما يتعلق بغرس القيم. لأنه سبحان الله كما يقول على عزت بوغوفيتش، يقول لا بد من التغيير الجواني، التغيير الداخلي. يعني أنت لا تستطيع هذا الإنسان مهما مارست عليه أن تغير سلوكه إلا إذا غيرت داخله. إذا استطعت أن تغير التصورات في ولدك، تغير العقائد في داخله وينظر إلى الحياة من منظور الشريعة وليس من منظور العلمنة كما يراد لنا الآن. فأنا في تقديري هنا التحصين الحقيقي أنك أنت تملك ابنك التصور الصحيح للإسلام، التصور الصحيح للدين، التصور الصحيح للإله، التصور الصحيح للحياة الأخروية والحياة الدنيوية. فهذه القضايا أنا في تقديري هي التي إن شاء الله ستعصم أبناءنا وتجعلهم على الأقل في. جميل شيخ حسن. حقيقة الجاليات في جميع يعني أنحاء العالم الذي يتواجد فيه الإريتريين يعني تبذل قصارى جهدها. نعم. من زار يعني أوروبا، من زار أستراليا، من زار أمريكا، يجد أن الجاليات الإريترية تقوم بواجبها قدر المستطاع. نعم. جزاهم الله خيرا. يعني نحييهم من هذا المنبر ونقدم لهم الشكر والتقدير ونسأل الله تعالى لهم الأجر والثواب. لكن الجانب التعليمي عبر الأونلاين في وجهة نظري فيه تقصير كبير. نعم. أعتقد أن هذا الأمر منسي أو في غفلة منه. فما المانع؟ يعني ما رأيكم؟ أنا أطرح بين يديكم، هل هناك مانع أن تنشأ هناك رياض أطفال عبر أونلاين ومدارس مرحلة التأسيس عبر أونلاين، على الأقل التي تتخصص في تعليم الدين، لأن العلوم الأخرى تهتم بها الدول. يعني الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأمور التجريبية هذه كلها مهتمة بها الدول لمصالحها. لكن الجانب التعليمي وغرس القيم كما تفضلتم، نعم، بل يحاربونه، ليس بل يحاربونه. صحيح. الآن نحن على مستوى الإنترنت هذه الأمور على مستوى الشعب الإريتري أعتقد في وجهة نظري هناك تقصير. تعليقكم حول هذا؟ أحسنت. هو نحن حقيقة الآن في عصر الطفرة الهائلة من ناحية التقنية والتكنولوجيا، وبالتالي لا بد من الاستثمار لهذه التقنية في أن نجعلها على الأقل يعني بالنسبة لنا خادمة وموجهة بشكل جيد. أنا هنا أعرف حقيقة ليس في الغرب، هنا في تركيا مثلا هنالك العديد من المدارس الآن التي تقوم على الأونلاين وأطفال. يعني أعرف جمعيات خيرية، مؤسسات نسائية، كل شغلهم يقوم على تعليم القرآن واللغة العربية بالأونلاين. يعني هنا في تركيا. فكيف أنت والله في بلاد أوروبا ما شاء الله يتوفر لك الإنترنت، تتوفر لك عملية الاتصال بشكل طبيعي، ليس بلازم. حتى عندك الآن مثلا الحرم المكي والحرم المدني مفتوح فيه 24 ساعة موضوع القرآن والتعلم في خطوط مباشرة ترتبط مع الشيخ والتوقيت وكذا، وتعرف الزمن الذي أنت تدخل فيه. فحقيقة لمن أراد أن يتعلم الآن القرآن أكثر مرحلة يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يسر فيها الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل هي الآن. فلا تكاد اليوم تجد بفضل الله سبحانه وتعالى مكان أنت تقول والله لا أستطيع. يعني الشيوخ هنالك ما شاء الله شيوخ تقريبا مرابطين ووهبوا أنفسهم في هذه المواقع، لكن نحتاج إلى تنظيم في هذا الموضوع. وأنا حقيقة أتمنى أن يكون في برنامج خاص في إخواننا هنا في شبكة السلام له علاقة بهذا المجال. يعني يمكن سيكون إن شاء الله أن يكون هنالك تخصيص
تعليم النساء وتعليم الأطفال موضوع القرآن الكريم. يعني هنالك الآن ما شاء الله هنا مناهج مخصصة في قضية مثلا كيف تبدأ اللغة العربية، عندك القاعدة الرشيدية ويتدرجون معك ابتداء قبل أن تقرأ المصحف، يعلمونك أولا القراءة والكتابة بشكل صحيح، وكل ده أونلاين سبحان الله، ويرسلون لك المناهج عن طريق وتظهر معك كل الخطوات بشكل. فأنا أقول هذا الجانب إن شاء الله لعله يكون فتح للجاليات في إنها ما تعاني إنه والله الولد مشى الجالية ما عندك علاقة بالموضوع أنت. وعلى الأقل تقام عليهم الحجة يعني. نعم صحيح. تقام عليهم الحجة، ليس صحيح. عندك يا أختي حجة في أنه ليس هناك مجال للتعليم، وليس هناك، إذا كان الطالب مثلا يدرس من الساعة 7 إلى 5، بعد ذلك بإمكانه أن يرتاح ساعتين ثم يدرس العلوم الشرعية بعد ذلك. نعم. لأن هناك وقت كبير جدا يصرف في البلاي ستيشن. نعم. ويصرف في أمور كثيرة جدا جدا لا تعود عليهم بالنفع. صمت. وعليه هذا الجانب يعني نأمل من المتخصصين بالإنترنت وغيرهم أن يهتموا بهذا الجانب التعليم. كذلك هناك ربما يكون شيخ حسن عائق اللغة، يعني الناس لا تفهم كثيرا، الذين يعيشون في أوروبا لا يفهمون اللغة العربية كما ينبغي، وإن كان هذا أيضا قصور. نعم. ينبغي للمسلم أن يتعلم اللغة العربية من جذوره، فتعليم القرآن الكريم مهم، تعليم اللغة العربية مهم، تعليم الفقه والعقيدة والسنة الصحيحة، كل هذا أيضا مهم، ولكن يحتاج إلى تنظيم وتدرج في هذا المجال. طيب الشيخ حسن، يعني في مسألة إكراه الطفل على التعليم، هناك أيضا حقيقة الأسر تواجه مشكلة كبيرة كذلك في تعليم الطفل أو الطالب ما يتعلق بالعلوم الشرعية. يعني ربما الأب والأم يرغبان في أن ابنهما يختم القرآن الكريم، والابن لا يريد ذلك، فما هي الطريقة المناسبة وما هو الأسلوب المناسب في ترغيب هذا الطفل حتى يحفظ كتاب الله؟ هو على كل إن احنا خلينا نقول نستخدم معه أسلوب الترغيب والترهيب وليس أسلوب الإكراه، لأن الإكراه له علاقة مباشرة بكسر الإرادة. أنت لست مطالب الآن بكسر إرادة الطفل أو كسر إرادة كبير، لكن أنت مطالب على ترويض هذا الطفل. وفي مراحل يستطيع الأبوان أن يروضا طفلهما، يعني يمكن أن تستخدم معه أسلوب الترغيب بكل وسائله، وأن تستخدم معه أسلوب أيضا الترهيب بكل أساليبه، دون أن يكون هنالك كما ذكرت قضية الإكراه. اليوم موضوع التحفيز واحد من القضايا التي مثلا يمكن أن يسلكها الإنسان، قضايا المنع كذلك والحرمان أحيانا يمكن أن يسلكها الإنسان. فمن خلال عمليات التحفيز عند الإنجاز وعمليات كذلك العواقب التي يمكن أن تترتب على فعله الخاطئ، هذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن يتم سلوكها في أشياء طبعا نصت فيها الشريعة على مسألة أن يضرب فيها الطفل مثلا، وهي قضية الصلاة. يعني الشيء الوحيد الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرب هو موضوع الصلاة، وذهب الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى أن الضرب لا يجوز إلا في الصلاة، يعني أخذ فقط هذا الموضوع إنه والله وفيها جانب تربوي، هو حسب ما يقول فيها جانب تربوي، يقول لما الطفل لا يضرب إلا في الصلاة يعرف أن الصلاة لها إيه؟ لها قيمة عظيمة جدا، وإلا ما معقول لا أضرب في شيء إلا في هذا الموضوع. فهذه على كل نظرية قد يكون قابلة يعني هل يمكن أن يقاس عليها أمور أخرى أم لا أدري، لكن بعضهم يرى أنه والله لا يضرب إلا في الصلاة لورود النص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باقي الأشياء يحاول أن كل الأبوان أن يستخدما أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب وأسلوب كذلك التحفيز وأسلوب مسألة ذكر العواقب وإلى غير ذلك. شيخ حسن، حتى الأسر نفسها خاصة خارج إريتريا نجد اهتمامهم بتحفيظ أبنائهم لكتاب الله عز وجل اهتمام ضعيف. هذا الإشكال نعم. ضعيف. ماذا نقول لهذا الأمر؟ هو سبحان الله هو الجزء كبير من موضوع الأسر يعني الضعف عند الأبوين. هو الطفل ماذا هو ينظر إليك، مدى اهتمامك أنت أصلا كأب بالقرآن الكريم، والأسرة اهتمامها بالقرآن الكريم. فالطفل الذي يجد والله الأبوين لهم عناية بالقرآن، لهم عناية بالمدارسة، لهم تلقائيا سيكون له إيه؟ تأثر. الطفل يحاول أن يقلد، يحاول أن يتأثر، يحاول أن ينظر إلى والده وإلى والدته. فإذا كان والله هنالك ضعف في الارتباط بالقرآن الكريم عند الأسرة،
هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا التي ربما أنت تريده يقرأ وأنت لا تقرأ، تريده يراجع القرآن وأنت لا تراجع القرآن، تريده يعمل جلسة مثلا يقرأ فيها جزء وأنت ما يراك تقرأ. فهذه إشكالية كبيرة جدا على كل تصاحب الآباء، مثل أن يقول الشخص الوالد لولده اذهب يا ولد أمشي الصلاة وهو تجده جالس وين. هذه كلها إشكالات على كل وخلل فيما يتعلق. فكيف نحن ننتقل من التأثير بالكلام إلى التأثير بالقدوة؟ إن والله يجدك أنت دائما أمامه، يجدك أمامه في الصلاة، يجدك أمامه في قراءة القرآن وهكذا. فهذا الجانب أول يحتاج. الأمر الثاني أيضا ماذا يضير الأسرة لو أنها والله الجانب القرآني نفسه جعلته جزء من برنامج اليومي، أن يكون الأسرة تجلس مع بعضها البعض لمدارسة ومراجعة القرآن الكريم، وخصوصا أنت في الغرب تعاني من هذه الإشكالية اللي هو ما عندك شيء. وبالتالي لما لا نجعل من بيوتنا أيضا مساجد ومن بيوتنا كذلك حلقات للذكر، ونجعلها بإذن الله سبحانه ساحة لتنزل البركات يعني. فهذه تحتاج على كل إلى عزم من الآباء والأمهات حتى يستطيعوا إن شاء الله أن يعلموا أبنائهم القرآن الكريم. ثم أيضا ممكن أيضا نقترح عليه، وهذه قاعد تحصل لبعض إخواننا الآن مثلا في السويد وغيرها، وبعض إخواننا الأفاضل جزاهم الله خير وحقيقة نشكر جهودهم، يأتون مثلا ببعض الشباب يسجلوا بعض هنا، يفتحوا في تركيا مثلا لمدة 3 أشهر ويستأجروا موقع، فيأتوا بهم الشباب في أعمار 16 15 17 سنة ويجلسوا 3 أشهر يقرؤون القرآن والفقه واللغة العربية. هذه طبعا برضو من الأشياء، لأنه هذه تعتبر هجرة لطلب العلم. فأيضا أنا أقول هذه إن شاء الله من الأشياء اللي ممكن، حتى الرابطة عندنا يمكن أن تكون لها مثل هذه البرامج للجاليات الموجودة أيضا في على كل حال الجهد موجود من قبل الجاليات والحريصين، لكن الكلام كله على الأسرة. للأسف الأسر إلا من رحم الله، يعني الذين هاجروا مثلا من المملكة العربية السعودية أعداد كبيرة، يعني يفوقون 200,000. الذين حفظوا القرآن الكريم أعداد يعتبر نسبة وتناسب قلة. ولما تناقشهم في موضوع القرآن الكريم وكذا يقولون الطالب مشغول بالدراسة ومشغول ولا أنا أريد أن أضغط عليه أكثر من هذا، لأنهم يظنون أن القرآن الكريم ليس فيه كما تفضلت وظيفة ولا يخرج منه مال، في حين هذه يعني معلومة خاطئة. بل القرآن فيه الخير والبركة، ومن حفظ كتاب الله يعني يفتح الله عليه من الخير ما لم يكن في البال. يعني حتى كتاب الله سبحان الله ذكر بعض التربويين على أن من أعظم وسائل اتساع العقل حفظ القرآن. نعم طبعا. لذلك يقول لك الإنجليز لما أتوا إلى بلاد المسلمين كانوا ينظرون إلى أن السعة العقلية للطفل المسلم وجدوها أوسع بكثير من الطفل الذي عندهم. فلما درسوا هذه الحالة وأخضعوها للبحث وجدوا أن أطفال المسلمين يحفظون القرآن. القرآن مثلا فيه 6,000 وشوية من الآيات وفيه الكلمات بالآلاف. فسبحان الله يقولون هذا العقل الذي استوعب كلمات القرآن ومفرداته وآياته اتسع عقله. نعم ما شاء الله. هذه اتساع في العقل. لذلك القرآن لذلك طلاب التحافيظ في المدارس الحكومية هم الأوائل. هم الأوائل أحسنت. لأنه سبحان الله وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما من أحد بدأ بالقرآن الكريم إلا ويسر الله له سائر العلوم. سبحان الله. أي كانت هذه هي القاعدة، لأن من يسر الله له كأنما فتح له العقل وفتح له الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن نتمنى من أسرنا الإريترية يعني أن يفقهوا هذا جيدا، وأن يعني يكونوا حاضرين الذهن لهذا الموضوع، وأن القرآن الكريم هو سبيل حفظ لأبنائهم وسبيل حفظ أيضا لعقولهم وتوجيههم وتربية قيمهم. معنا شيخنا الشيخ البروفيسور عبد الحليم زرقوم. إذا مشاهدي الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يقينا يعني شر أنفسنا وشر أبنائنا، وأن يوفق إخواننا المسؤولين من الأساتذة وغيرهم
في بلادنا إريتريا وفي كل مكان، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أخوكم ران يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أنت فلا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل